قطر الحياة ما بيستناش حد، ماشي دلوقتي بسرعة البرق، بيقف في كل محطة ثانية، لازم تنط في الثانية دي القطر. أنا هقوم، أنا هعمل، عارف إن كل يوم بتصحى مضغوط وبتصحى متضايق، بتصحى مش طايق نفسك. يوم تاني، أيوة يوم تاني، بس لازم تقاوم، لازم تقاوم الحياة. هي الفكرة كلها في شيء واحد، إن أنت تقوم وتقاوم. طيب إزاي حياتك هتتغير؟ إزاي هتعمل حاجة مختلفة وأنت مش قادر تقاوم؟ لازم تقاوم. حاول ما تبقاش خروف، خليك نسر. انا خلاص بطلت، ما بقتش احكي. انا بعمل ايه؟ ما بقولش قصص وروايات، انا اخلي الناس تشوف. انت وانتي يا نسور ما تتكلموش، خلوا اللي حواليكوا يشوف. انا عارف ساعات والله العظيم بتبقوا حاسين ان انا مش قادر، ساعات في مرحله بتوصلوا لها ان هو انا مش عايز اتحرك، مش قادر اتحرك، انا مش عايز اعمل حاجه جديده، انا مش طايق حياتي، انا مش طايق الدنيا. في كم واحد زيك مش طايق الدنيا؟ ملايين، صح؟ اللي مش طايق الدنيا وبيقاوم هو اللي هينفرد عن الملايين دول. قاوم، قاوم واستحمل. الإرادة بس. أنا هقوم أعمل كذا. كفاية بقى، كفاية بقى ضيعنا من حياتنا على ناس ما تستاهلش ولا حاجات ما تستاهلش. قاوم وانجح. لما تقاوم وتنجح تلاقي الناس حواليك كده أمم. وأنت اللي بتختار يا نسر. الكلام سهل، الفعل صعب. هو الفعل. أنا النهاردة هلعب رياضة، أنا النهاردة هقرأ كتاب، أنا النهاردة هعمل سيرش على النت وهدور على شغلانة، أنا هدور على شيء جديد أتعلمه. هي دي الإرادة، هو ده الفعل، مش مجرد كلام. ها الفعل. يمكن يا أخي تحس على دمك. ها حياتك دي، حياتك انت دي، استغلوها بقى. قوم اقف، قوم اقف وقاوم. قاوم القرف اللي حواليك وخلي أفعالك تكون شاهدة عليك. خلي النتائج اللي تحققها تخلي الناس تنبهر. هو اتعلم ازاي ده امتى؟ هو عمل ده كل ده امتى؟ هو ايه ده؟ خلي الناس تستغرب، خلي الناس تشوفك تستعجب، تتصدم. هو ازاي النسر ده وصل لكده؟